بعد ما اتكلمنا عن الكلاسيكو وديربي ميلان، جه الوقت اللي نروح في انجلترا ونحكي قصة أطول ديربي مستمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول وإيفرتون، أو زي ما اتشهر ديربي الميرسيسايد. الماتش اللي اتلعب 246 مرة لحد دلوقتي. فيلا بينا نرجع ل 1878 ونشوف القصة من الأول. قصتنا تبدأ في بريكفيلد رود في شمال مدينة ليفربول، وهناك كانت بداية إيفرتون اللي في الأول خالص كان باسم سان دومينجو، والفريق اتعمل عشان أعضاء الكنيسة هناك يلاقوا رياضة يلعبوها في الشتاء، عشان الكريكت كان بيتلعب في الصيف بس. ولكن بعد سنة واحدة ولما الناس اللي بره الكنيسة حبوا يلعبوا هناك، الفريق اتسمى إيفرتون على اسم المكان وبقى مفتوح للكل. وأول ملعب رسمي للفريق كان ستانلي بارك. ولكن بعد انتشار الرياضة في المدينة، إيفرتون كان محتاج ملعب أكبر عشان يكفي عدد المشجعين. وأنا عارف إنك ممكن تستغرب من المعلومة دي، بس الملعب ده كان أنفيلد. أيوه، استاد ليفربول المشهور كان في الاول الملعب بتاع ايفرتون. طب ايه اللي حصل عشان يبقى بتاع ليفربول دلوقتي؟ تعال نكمل الحكايه. ايفرتون فضلوا في انفيلد، وموسم بعد موسم الفريق بيتطور ويجيب مشجعين اكتر، وفي 1888 كانوا ضمن اول 12 فريق في اول نسخه من الدوري الانجليزي، وبعدها بسنتين بس يكسبوا اول دوري في مسيره النادي في 1891. الدنيا كانت ماشيه كويس قوي مع ايفرتون لحد ما جه واحد اسمه جون هولدنج وبوظ الدنيا خالص. هولدنج كان رجل اعمال واشترى انفيلد من الملك القديم، ولما لقى ان ايفرتون بيكبر وليه جمهور بيزيد، قرر انه يطلب منهم اكتر من ضعف الايجار اللي كانوا بيدفعوه عشان الملعب. ولما ده حصل، اعضاء مجلس النادي رفضوا الاستغلال ده، وجورج ميهن رئيس ايفرتون ساعتها قرر ان هم هيسيبوا انفيلد ويبنوا استاد خاص بيهم على بعد كيلو ونص بس، الاستاد اللي هم لسه فيه لحد دلوقتي جودسون بارك. بعد ما ايفرتون مشي من انفيلد، جون هولدنج بقى عنده معضله، ملعب بلا نادي، فقرر يأسس فريق جديد سماه ايفرتون اثليتيك. ولكن اتحاد الكوره رفض ان يكون في فرقتين بنفس الاسم، وكان لازم يغيروه، ومن هنا جه اسم ليفربول على اسم المدينه. دلوقتي هولدنج بقى عنده استاد وفريق، كان ناقصه بس لعيبه، والقام بالمهمه دي كان الاسكتلندي جون ماكينا اللي قدر يجمع 13 لاعب منهم 9 من اسكتلندا بلده. ليفربول بدأ مسيرته في الدرجه الثانيه، وفي اول سنه يكسبوها ويصعدوا للدرجه الاولى على طول، وساعتها يحصل اول ديربي في تاريخ النادي يوم 13 اكتوبر 1894 في جودسون بارك، الماتش اللي خلص 3-0 لايفرتون. وفي الدور الثاني في انفيلد يتعادلوا 2-2. ورغم تفوق ايفرتون في الاول، سنه بعد سنه ليفربول بيبقى اقوى ويقدر يكسب اول دوري ليه في موسم 1900 ويكسبه تاني في 1905. ولما نوصل الحرب العالميه الاولى يكون كل فريق من الاثنين محقق لقبين دوري. ولما نمشي قدام شويه ونوصل 1964 هتلاقي ان الاثنين لسه قد بعض ومعاهم 6 دوريات. ولحد 1970 ايفرتون وليفربول كانوا متعادلين في عدد القاب الدوري. بس كل ده اتغير لما بوب بيزلي مسك الريدز في 1974، وفي 9 مواسم بس قدر يكسب 6 دوريات و3 دوري ابطال، وحول ليفربول لفريق تاني خالص. وجزء كبير من مشجعين الليفر بيعتبروه احسن مدرب في تاريخ النادي. الفتره دي بين السيطره خلت ليفربول في 1983 مع 15 دوري، وايفرتون لسه مع ال7 بتوعه. والفرق الكبير اللي حصل ده خلى جزء من الكراهيه يزيد اكتر عند مشجعين ايفرتون، لان في الاول كان بالنسبه لهم عادي، انتوا مجرد فريق جه بعدنا في استادنا القديم واحنا مستوانا زي بعض. ولكن بعد الفرق ده حسوا ان ليفربول بقى هو الفريق الكبير في المدينه، وهو مجرد نادي صغير مقارنه بيه. بس اللي فعلا كان نقطه تحول واللي خلى جماهير ايفرتون تكره ليفربول من كل قلبها وتوصل العداوه لقمه مستوياتها، هو اللي حصل في نهايه موسم 1984. تعال احكي لك حصل ايه. يوم 29 مايو 1985 كان نهائي الابطال ما بين ليفربول ويوفنتوس في استاد هيزل في بلجيكا، وقبل الماتش بحوالي ساعه بدات خناقات ما بين مشجعين اليوفي والليفر اللي وصلت ان هم كانوا بيحدفوا على بعض الطوب. والموضوع فضل يسخن كده لحد ما جماهير الريدز عرفوا يكسروا الحاجز اللي ما بينهم وبين جماهير اليوفي ويخشوا عندهم. المنظر اللي خلى جزء من الناس اللي رايحين عشان يتفرجوا ويروحوا يحاولوا يهربوا من الخناقه دي، ولكن للاسف عدد منهم اتحشر وسط الزحمه وما عرفوش يتنفسوا من كتر الاندفاعات، والناس اللي محشوره بتحاول تهرب لحد ما في الاخر الحيطه دي وقعت والناس عرفت تهرب. بس الموضوع ما عداش بلا خسائر. اليوم ده في 39 واحد فقد حياته واكتر من 600 واحد اتصاب. وبسبب الكارثه دي اتحاد الكره الاوروبيه قرر يمنع مشاركه الفرق الانجليزيه مدى الحياه، بس في الاخر رجعوا في القرار ده والعقوبه اتنفذت لمده 5 سنين للفرق الانجليزيه و6 سنين لليفربول. ده غير 14 مشجع اتقبض عليهم واتحبسوا. هتقولي طب ايه علاقه ده بايفرتون؟ لسوء حظهم لما القرار ده اتنفذ ايفرتون كان كسب الدوري لاول مره من 14 سنه، ولكن بسبب العقوبه اتحرموا من المشاركه في الدوري الابطال بعد ما كانوا عاملين فريق قوي جدا. واللي زودوا تينا بله ان هم كسبوا الدوري تاني بعدها بسنتين بس، ولكن المره الثانيه كانوا برضه محرومين من المشاركه، اللي زعل مشجعين ايفرتون ان ده كان اخر لقب دوري حققوه لحد دلوقتي. وفي المرتين دول اتحرموا من المشاركه بسبب جماهير ليفربول اللي كانت السبب في العقوبه دي. فتعالى كده نبص للموضوع من منظورهم. هم الفريق جه خد ملعبهم القديم، وصل ضعف القابهم في الدوري،
وحرموهم من المشاركه في دوري الابطال. الكوكتيل ده خلى ديربي الميرسيسايد يوصل اللي هو فيه دلوقتي، ويبقى واحد من اقدم الدربيات اللي لسه مستمره لحد دلوقتي في الدوري الانجليزي. قصه ليفربول ايفرتون فيها رايين مختلفين. في جزء من الناس شايف ان ايفرتون غلطانين ان هم سابوا انفيلد وكانوا عادي يدفعوا الايجار الزياده ويحلوا مشاكلهم، وان جون هولدنج مش شرير انه يعمل فريق جديد في الملعب بتاعه. وجزء من الناس شايف ان هولدنج كان استغلالي، ولو ايفرتون كانوا كملوا هناك كان كل شويه يحط له فلوس اكتر لحد ما في الاخر يمشي برضه. ومهما كان يعني رايي هو الصح، ده في الماضي. ودلوقتي احنا ضمن فرقتين المسافه ما بين ملاعبهم قريبه جدا، ولكن المسافه ما بين جماهيرهم ابعد ما تكون. سيب لي رايك في الكومنتات تحت، ولو حابب تشوف قصه ديربي معين اكتبه لي وانا هضيفه للسلسله. ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدني اقدم محتوى اكتر، وممكن تتفرج على فيديوهات التانية من هنا. اشوفكم قريب.